شايفين الجمال؟ دي الشرقة اهي المحشية، شايفين دي؟ سامعين؟ قعدتها 3 دقايق ونص تقريبا او 4 دقايق في الميكرويف. يا مساء الفل على الاحناس في الدنيا. بقول لكم ايه، تعالوا مع بعض نعمل بيتزا ايطالي وشرقي الاتنين في وقت واحد في 5 دقايق. يلا بينا بسرعه ونشوف. وقبل ما نجري نشوف، لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس. دول فطيرتين من الفرن اللي هو الحجم الصغير العادي جدا، تمام. حطيتهم، والجمال بقى ان انا هشتغل الاتنين في وقت واحد. هشتغل بيتزا ايطالي وبيتزا شرقي. كلنا عارفين الفرق بين البيتزا الايطالي والبيتزا الشرقي، ان الايطالي الحاجه بتاعتها ومكوناتها بتكون على الوش، انما الشرقي بتكون في النص. فكل اللي هعمله ان انا هحط نفس اللي هحطه هنا هحطه هنا. طبعا لو احنا عايزين نغير براحتنا. وهاجي هنا وهحط فطيره تانية عليها من الفرن برضو قدها بالظبط، فبقت بيتزا شرقي. يلا بينا. والجمال ان اللي هحطه هنا هحطه هنا، فمفيش اي حيره خالص. يلا بينا. هنزل الاول بمكعب جبنه كيري اهو كده. نزلت مكعب جبنه كيري. طبعا انا بحب اسهل على نفسي، فايه اللي هحطه هنا هحطه هنا. مكعب جبنه نستو نفس الكلام. هفردهم بالسكينه، او الاسباتيولا حسب بقدر الامكان. ممكن لو عايزه تقطعيهم كده وتسيبيهم هيسيحوا مع نفسهم لما يجوا يستووا. هتلاقي نفسك في 5 دقايق عملتي نوعين بيتزا. جيبي تاني. بركز على النص عشان كده لما يسخنوا الركان هيوصل لها كل حاجه. بقى عندي كده الجبنه، رشه صغيره جبنه رومي كده عشان تدي حياء. هنزل بالفلفل الاخضر، فلفل الوان لو حابه طبعا، لو مش حابين المكونات دي براحتكم. اديها فلفل احمر. مش بحب احط طماطم عشان ما بلاقيش الموضوع قلب بتسبيك بقى، او الموضوع مش لطيف. ندي مجال بقى لبقيه الحشو. عندي شويه زيتون، طبعا نوزع بقدر الامكان. بصوا انا على فكره برضو ما لقيتش الزيتون بتاع البيتزا اللي بجيبه المخلي، لقيته خلص فاتصرفت. عندي زيتون قطعته وخليته زي الفل. بالعكس بيبقى حادق شويه فبيدي حياء في البيتزا، فتمام يعني تعملي. اوكي. هنحط سن الجبنه تاني الاول. ده عندي خليط جبن شيدر على موتزاريلا، في طبعا رومي هحطها عشان الحياء. عندي بقى الايطالي هعملها. عندي فراخ كده عاملاها بانيه بس زي كرانشي كده، هحطه مقطعه حتت صغيره. هنعمل بيتزا ايطالي بالفراخ، وهنعمل الشرقي بالسوسيس عشان بس على سبيل التغيير يعني. وكله عندي في البيت يعني، لو ما كانش عندي غير نوع واحد كان تمام برضو. ارص هنا السوسيس مقطعه. طبعا الاول انا سلقاه كده مدياله قلوه، ومقطعه ترانشات. طبعا هو كده اوفر من الجاهز واسرع بقى. مش قادره اقولك بقى اسرع واسهل، ومفيش بقى وجع دماغ ولا بياخد وقت ولا مجهود. كميه الجبنه اللي باقيه عندي لخبطتها على بعض، الرومي على الميكس الجبن ده، واقوم نازله بيها غرق الدنيا كده عشان لما تسيح تدي الطعم الوهمي الموضوع.
هنرش برضو على اللي فيها سوسيس شوية، لمجرد ان لما احط عليها الفطيرة التانية يمسكوا في بعض لما تسيح. وهكمل باقي الكمية من بره هنشوف ازاي. كده نجيب الفطيرة التانية بعد كده اهي، فطيرة عادية خالص قدها بالظبط من الفرن برضو اهي. تمام، هنقوم حاطينها عليها وضغطين كده. تمام، وننزل بشوية جبن على وشها واخليها على الاطراف عشان تسيح على الجناب. يا جماعة خلاص بقى مفيش وجع دماغ ولا بيتزا ولا بتاع، احنا ايه بنتصرف وبنحل اي موقف بشكل سريع. بجد اتحداكم وهتعجبكم جدا جدا. مستنيه رايكم لما تعملوها وتقولولي. كده بقى الشكل النهائي بتاعي. بقى عندي البيتزا الايطالي بالفراخ والخضروات والزيتون، وعندي البيتزا الشرقي بالسوسيس والخضروات وبرده زيتون. ماشي، هدخل دلوقتي مايكروويف وهظبط كل واحده على 3 دقايق في الميكروويف عشان تسيح وتتحمص وتقرمش وتاخد نفس اللي بيطلع من الفرن. طبعا لو ما عنديش مايكروويف تمام، هندخلها في طاسه او صينيه صغيره بدل الطبق، وهنحطها في الفرن برده وتكون فرن سخنه، ونشوف الجمال هيطلع ازاي. بفكركم باللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. يلا بينا بقى نسوي البيتزا بتاعتنا. كده خلاص، ده الشكل النهائي بتاعي بتاع البيتزا الايطالي، وده بتاع البيتزا الشرقي. تمام، قعدتها 3 دقايق ونص تقريبا او 4 دقايق في الميكرويف. شايفين الجمال؟ دي الشرقة اهي المحشية، شايفين؟ تحفة. انا مش هتكلم، هي الصورة بتتكلم. شايفين دي؟ سامعين؟ وفي نفس الوقت على فكرة طرية، يعني مش محمصة مقرمشة، طرية جدا. حتى دي برضو طرية جدا. شايفين؟ ألف هنا وشفا ليكم. طبعا اكيد هتجربوها بسرعة وتقولي رأيكم ايه واقتراحاتكم زي ما معوديني. ما ننساش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس، والف هنا وشفا ليكم.